عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا دينا من قناة بومبا. النهاردة هنشرح المنهج كي جي 1. اول حاجة، اول درس معانا اللغة العربية. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك. وانتوا لو مش فاهمين اي حاجة تسمعوا الدرس مني كويس وتبلغوا مامي تكتب لي كومنت باللي انتوا عاوزينه وانا اشرحه لكم. تعالوا نشوف معانا كده. اول حاجة هنا منهج كي جي 1 في اللغة العربية. اول درس معانا من اكون. تمام اهو يا جماعة، اول درس من اكون. انا مميز. هنا كده مكتوب انا مميز. يلا كده نقرأ الدرس. ارنب مميز فعلا. استمتع دايما باللعب والقفز مع امي وابي. يحب ابي وامي اكل الجزر كل يوم ولكني احب ان اكل الخس اكثر. سألت أمي: هل كل الحيوانات تحب الجزر والخس؟ ردت أمي: يا أرنبي الصغير، اذهب واكتشف هل أصدقائك يحبون ما تحب أم لا. ذهبت أبحث عن أصدقائي فرأيت الحمامة تأكل قمحا من الأرض، فسألتها: لماذا تأكلين القمح يا صديقتي؟ قالت لي: هذا طعامي وأنا أحبه. قلت لها: تعالي معي لنعرف ما الذي يحبه باقي أصدقائنا. تمام. فذهبنا معا للقرد، فوجدت القرد يتسلق الشجرة ويأكل الموز. سألته: لماذا تأكل الموز يا صديقي؟ قال القرد: هذا طعامي وأنا أحب. قلت لهما: تعال معي لنتعرف ما الذي يحبه باقي أصدقائنا. فذهبنا معا للغزال، فوجدنا الغزال يأكل أوراق الشجر. سألته: لماذا تأكل أوراق الشجر يا صديقي؟ قال الغزال: هذا طعامي وأنا أحبه. قلت لهم: تعال معي لنعرف ما الذي تحب. السلحفاة. فبحثنا عن السلحفاة ولم نجدها. قال الغزال: كل واحد منا مختلف ومميز في طريقة تحركه، فهيا نستغل ذلك لنبحث عنها. فتسلق القرد الشجرة ولمح شيئا كالسلحفاة من بعيد بجانب النهر، فطارت الحمامة وعادت لتؤكد لنا إنها السلحفاة. فقفزت أنا وطارت الحمامة وتسلق القرد وجرى الغزال حتى وصلنا إلى السلحفاة، فوجدناها تمشي ببطء لتأكل ورقة شجرة خضراء. فسألت السلحفاة: لماذا تأكلين الأوراق الخضراء يا صديقتي؟ قالت السلحفاة: هذا طعامي وأنا أحبه. عدت إلى أمي وأبي وناديت أمي وأبي: اليوم اكتشفت أن أن كل واحد مميز يحب طعاما مختلف ولديه مهارات مميزة. قال أبي: وماذا أيضا يا أرنبي الصغير؟ قلت: اكتشفت يا أبي إننا كل منا مختلف، وهو ما يجعل كل منا مميزا. كده الدرس الأولاني خلص يا أصدقائي. تمام. المرة الجاية هنكمل بقية الدروس، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتعليق حلو منكم، تخلي مامي تكتب لي تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.